حد شاف المعزة وهو مذلول؟ ميسي المعزة. كمان ولاد المكروهة زعلوا ان الارجنتين طلعت. والله فوز مستحق لاسبانيا على فريق لا يستحق حتى يعدي دور ال 16. الارجنتين ما لعبتش كوره ولا كانت بتلعب كوره ولا شفنا تسديده واحده في نهائي كاس العالم. ده كلام المحللين الرياضيين. ومن الحاجات الجميله اللي تفرح ان ولاد المكروهه حزنانين، ربنا يحزنهم كمان وكمان، لانهم كانوا بيشجعوا الارجنتين. وطبعا كان واضح طول البطوله ان الارجنتين زي ما تكون متأيده ان هي توصل للنهائي او تاخد كاس العالم. حكام بتحكم لهم، ضربات جزاء ما بتتحسبش، اجوان بتتلغي، لدرجه ان الماتش النهائي مع اسبانيا فيه جونين اتلغوا كمان علشان اوفسايد، لو كانوا لحساب الارجنتين ما كانوش هيتلغوا. ايوه، ما كله بالفلوس وبالمراهنات. انتوا عارفين المراهنات دي كانت بمليارات، في مليارات الدولارات مراهنات على ميسي وعلى الارجنتين انها تكسب وتاخد كاس العالم. ومن احلى الحاجات طبعا اللي حصلت سجدة شكر ليمين يامال، اللاعب الاسباني، اللاعب الاصغر سنا في العالم. والله احنا فرحانين لاسبانيا كأن مصر خدت كاس العالم بالظبط، لان اسبانيا ناس محترمة وناس بتعرف الحق ولاعيبة رجالة ولعبوا كورة بجد. لو الارجنتين كانت خدت كاس العالم كانت الناس اساسا هتفقد الثقه في كره القدم دي اساسا، وهو لحد دلوقتي حاصل. يعني هو حاصل، في ناس فقد الثقه في الفيفا، لكن هم بعد ماتش مصر واللي حصل فيه هم تراجعوا شويه. الحكم نو فير نو فير. هو انت يا ميسي عايز تقلد حسام حسن ولا ايه؟ انت اخر واحد تتكلم عن الموضوع ده، انت والفريق بتاعك. ممكن ربنا عمل كده علشان يوصلوا للنهائي ويتذلوا الذل اللي احنا شايفينه ده. ما هو انتوا اكيد لما الكيان المحتل يشجعكم ويدعمكم لازم تخسروا. ما هو مفيش باطل بينتصر على الحق، لازم الحق ينتصر في الاخر. اما المعلم ترامب بقى كان نازل الملعب ونازل ارضية الملعب علشان كان نفسه يرفع كاس العالم، وراح سلم على اللعيبه واللعيبه منفضه له. يعني لعيبه اسبانيا منفضين له تنفيضه وحشه قوي. هو ورئيس الفيفا انفانتينو ده ولا اسمه عايزين يقلبوها مسرحيات زي الحروب وزي الكلام ده كله. كرة القدم اللي الناس بتثق فيها عايزين تقلبوها مسرحية هي كمان، بقرارات وتليفونات ومش عارفة ايه. وبنقول لنتنياهو ابن المكروهة ان الحق لازم ينتصر في الاخر. الارجنتين اللي كنت بتشجعها والفيفا كانت واقفة معاها بحكامها وكل ده، رغم ذلك طلعت من كاس العالم. وان شاء الله برضه انتوا هتطلعوا من ارض فلسطين الحرة باذن الله، ان شاء الله عن قريب. ده وعد من ربنا سبحانه وتعالى. احنا بنشكر رئيس الوزراء الاسباني، الرجل الداعم للقضية الفلسطينية. الراجل ده مواقفه واضحة جدا وعلى طول ضد اللي بيحصل في فلسطين وفي العرب، وهو كمان معادي لإسرائيل والأمريكا، وما بيسمعش كلام حد ومش تابع لأمريكا ولا لإسرائيل.